بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة اليوم في التفسير من الآية 8 إلى الآية 15 من سورة الرعد. قراءة هذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. تفسير هذه الآيات: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. أي الله تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها، أذكر هو أم أنثى، وشقي هو أم سعيد، ويعلم ما تنقصه الأرحام فيسقط أو يولد قبل 9 أشهر، وما يزيد حمله عليها،
وكل شيء مقدر عند الله بمقدار من النقصان أو الزيادة لا يتجاوزه. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أي الله عالم بما خفي عن الأبصار وبما هو مشاهد، الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته، المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي يستوي في علمه تعالى من أخفى القول منكم ومن جهر به، ويستوي عنده من استتر بأعماله في ظلمة الليل ومن جهر بها في وضح النهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، أي لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه بأمر الله ويحصون ما يصدر عنه من خير أو شر. إن الله سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم إلا إذا غيروا ما أمرهم به فعصوه، وإذا أراد الله بجماعة بلاء فلا مفر منه، وليس لهم من دون الله من وال يتولى أمورهم فيجلب لهم المحبوب أو يدفع عنهم المكروه. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، أي هو الذي يريكم من آياته البرق، وهو النور اللامع من خلال السحاب، فتخافون أن تنزل عليكم منه الصواعق المحرقة، وتطمعون أن ينزل معه المطر، وبقدرته سبحانه وتعالى يوجد السحاب المحمل بالماء الكثير لمنافعكم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي ويسبح الرعد بحمده الله تسبيحا يدل على خضوعه لربه، وتنزه الملائكة ربها من خوفها من الله، ويرسل الله الصواعق المهلكة فيهلك بها من يشاء من خلقه، والكفار يجادلون في وحدانية الله وقدرته على البعث، وهو شديد الحول والقوة والبطش بمن عصاه. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي لله سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحيد، لا إله إلا الله،
فلا يعبد ولا يدعى إلا هو، والآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تجيب دعاء من دعاها، وحالهم معها كحال عطشان يبسط كفيه إلى الماء من بعيد ليصل إلى فمه فلا يصل إليه، وما سؤال الكافرين لها إلا غاية في البعد عن الصواب لإشراكهم بالله غيره. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال، أي ولله وحده يسجد خاضعا منقادا كل من في السماوات والأرض، فيسجد ويخضع له المؤمنون طوعا واختيارا، ويخضع له الكافرون رغما عنهم لأنهم يستكبرون عن عبادته، وحالهم وفطرتهم تكذبهم في ذلك، وتنقاد لعظمة الله ظلال المخلوقات، فتتحرك بإرادته أول النهار وآخره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.